فخامة رئيس الجمهورية السابق العماد ميشيل عون، أبهرت وأمتعت اللبنانيين بآخر تويت فخامتك حاطه، بتقول فيه قال لو انه معك خبر او عندك علم انه النواب في فساد بالدولة وكذا ما قال كنت بدك تخربها. بدك تهدينا اياها يا ابو الميش شوي، بدك تفرم على قدك، ما تكتر الفرمة، خلي اعمل على قدك، كل على قدك، العاب على قدك، غرد على قدك. لأن كل اللبنانيين بيعرفوا انت وظيفتك شو كانت. ودع، استقبل، زار، التقى، عزى، هنأ، أبرك، هي وظيفتك، تحمل القلم. نام استيقظ على 12 بعد الظهر، 4 بعد الظهر، لقوة تفرم على اللبنانيين. كذاب التاني معالي وزير، بديش معالي وزير السياحة، يا كذاب يا نصاب، قاعد عم بتكذب على اللبنانيين وحاطط لهم بانويات على طريق المطار، قال اهلا وسهلا واهلا بهالطله. ريتا ما تبلع هالطله، عم تكذب على شو عم تكذب عليهم؟ قول لهم للبنانيين، احكيهم الصراحه، قول لهم لبنان شو هن عارفين، بس انت وزير سياحه، انت واجهه السياحه للبلد، عم تكذب عليهم. يلعن رفك، يلعن رفك اما بيسو، ليه عم تكذب عليهم؟ أنا لو إني كون محلك أنا صادق وأنا أشرف منك، لأنك أنت كذاب عم بتكذب على أهل بلدك. بدل ما تجيبهم تحكيهم الصراحة ليجوا، عم تكذب على المغتربين وغير المغتربين ليجوا. أنا لو إني كون محلك بعمل مؤتمر صحافي يقولوا لي أنت وزير للسياحة 10 دقايق بلبنان، بتعرف شو بقول لهم للبنانيين؟ أهلا وسهلا فيكم. على المطار وصلوك، يعني شركة الطيران اللي جابتهم من بلاد الغربة على لبنان، على المطار وصلوك. على طريق المطار بعض الأشخاص بقوة السلاح سلبوك، لأن ما في دولة يحموك. انت وطالع على بعلبك على ظهر البيدر بعض الأشخاص سرقوك مصرياتك وسياراتك، وعلى الطريق كبوك لأن ما في دولة يحموك. وين طلعت على الجنوب بنص الاوتوستراد حفرة كبيرة بسببها ممكن يقتلوك، واما متت ورحت على المستشفى ما بيستقبلوك الا اذا معك الاخضر الابراهيمي، اهلا وسهلا فيك، بيستقبلوك وبيعالجوك وبيطببوك. ولما تخلص علاج على المحاسبة بيطلبوك لا تحاسب، هون ببلشوا ينهبوك ويسروك. ليش؟ لأن الأوتيلات وكل شيء في قصص بلبنان، سياحة وغير سياحة، هن ناطرين المغترب ليسروه، لأنه الحرامية عكريت عرصات. لأن أيها المغترب بلبنان بريق الشاي بأوطى منطقة بلبنان، بريق الشاي 5 كبايات عجمي بيعبيلك حاو 740,000 ليرة. ليش؟ لأن المي ما تتأصل من مكة المكرمة عزها الله من مية زمزم جايبها لعنده على الكافيه، والشاي يوم ايه يوم لا سيلاني بيجيبوا من سريلانكا. كلهم عرصات حرامية، كلهم عم ينهشوك يا أيها المغترب. روح اطلع على تركيا، روح اطلع على قبرص، ما بالإمارات اوتيل ليلته ب 44 دولار بوجه اكبر مبنى بالعالم. تيجي لهون بجنوب ولا ببعلبك ولا ببيروت اخر اوضه ب 150 دولار. انت يا وزير الاقتصاد قال بدك تبرم انت وحمايه المستهلك لتحمي المغتربين مشان ما حدا ينهبهم. ليش انت بتسترجي تروح على مركز تجاري او على مصيف على مطرح اوتيل؟ لان هيدول كل المراكز السياحيه كلياتهم مدعومين، ان كان معمر اوتيل على مشاع الدوله. انت شو بتعمل معه يا وزير الاقتصاد؟ والله لا يلحقوك بالحجارة انت والموكب اللي معك. فو عليكم على كل واحد حرامي عرصة عم يسروا المغترب عن غير وجه حق.